من تاريخ هذا البلد سلوكه واخلاقه. سمعتوني كنت عند الراجل الطيب السواق بتاع دمره اللي رحت عنده وانا هربان من المعتقل. لقيت ايه هناك؟ هو واخوه لابس الجلابيه البلدي وهو بالجلابيه البلدي، معلمين ولادهم 15، 5 منهم دكاترة أطباء، أحدهم بيدرس في لندن وكان موجود معايا في القاعة اللي أنا رحتها من 37 سنة، القاعة اللي تحت اللي على وش الأرض، وبس خبوا الياسة الطين خبوها بشوية جير كده، لكن ما هي وفخور وسعيد اللي بيدرس في انجلترا دكتور، فخور وسعيد وانا فخور وسعيد. ده كان هيتاح ازاي؟ ال15 5 اطباء زي ما قلت لكم، الباقيين جميعا شهادات عالية، كانوا يعلموهم ازاي؟ كان غير مسموح. ده كان في مشروع انا كنت بحكي عنه لما علي ماهر تقدم عشان يعمل كلية زي كلية ايتون في انجلترا في المعادي هنا عشان تخرج حكام مصر، وما يخشهاش طبعا الا اولاد الحكام عشان مصاريفها 1000 جنيه في السنة، فما كانش حد منا ابدا هيبان. دي ثورة 23 يوليو. المؤسف اني بحاول افهم هؤلاء انه العهد اللي مضى ما عادش له اساس، مفيش فايدة، النفوس مبنية على حقد وغل وماهش منا، ماهش من مصر ابدا. دي طباع جابوها من بره، ماهش من مصر ابدا. احنا لا ما بننكر ابدا زعامة حد. هنحتفل ب100 سنة على اوراق